صباح الخير والكرة مع عاكف. النهارده في تغطية خاصة لمباراة الأهلي وصن داونز، ومعانا برضو بيراميدز وأورلاندو بايرتس. مباراتين مهمين جدا، والأهلي جاهز وبكل القوة الضاربة. وفي تفكير النهارده من مارسيل كولر إن يكون في شكل هجومي شوية عن المباراة السابقة اللي هو لعب فيها بتوازن ما بين الشق الدفاعي والشق الهجومي. ففي تفكير كبير من مارسيل كولر إن هو ينزل بأشرف بن شرقي من البداية، ويخلي حسين الشحات وقفشه وسام ابو علي للشوط الثاني، ويلعب بجرادي شار وطاهر محمد طاهر واشرف بن شرقي في الجزء الهجومي. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي والتوفيق لنادي بيراميدز، ويوصلوا للنهائي ويكون نهائي مشرف للكره المصريه. عايز برضو اخد معايا شويه اخبار. طبعا التغطيه والتحليل الفني للمباراه هيكون بعد المباراه. بس عايزين ناخد كام خبر كده معانا. طبعا شفنا صور متداولة لقفشة في 100 عقبة. طبعا الناس خدتها انه قفشة جاي الزمالك، وفي حصل زي جدل كده على السوشيال ميديا. هو طبعا الصورة دي كانت متاخدة من عزاء اللاعب الله يرحمه ابراهيم شيكا. وقفشه كان راح العزاء، فاتخذت صور ليه في 100 عقبه. انما قفشه من اللعيبه اصلا القليلين جدا في النادي الاهلي اللي مضت على بياض. يعني انا لا اذكر اي لاعب من اللي موجودين حاليا في التيم النادي الاهلي انه مضى على بياض. الكلام ده كنا بنسمعه زمان، لكن قفشه لما مضى عقوده مع النادي الاهلي ما بصش ولا حط ارقام ولا اتشرط على النادي الاهلي. فما اعتقدش ان قفشه حتى لو كان هو بعيد شويه عن التشكيل الاساسي دلوقتي ان هو يفكر يسيب النادي الاهلي. برضو في خبر معانا. شفنا الناس برضو اتكلمت على مهاجمة أبو تريكة لمصطفى محمد. لأن أبو تريكة ما هاجمش مصطفى محمد، ولكنه كان بيعاتبه على الطريقة اللي هو خرج بيها، ان هو متضايق متعصب لما تم تبديله. فأبو تريكة من نوع اللاعبين اللي هو انت لاعب محترف خلاص يبقى انت لازم تخرج طالما المدرب هو اللي ليه الرأي وهو اللي ليه كلمة. يبقى قال لك ان انت تخرج لازم تخرج وتسمع كلامه من غير غضب وعصبية. وعارفين ان الموضوع ده عمل لمصطفى محمد مشاكل في كذا مرة. اخرهم كانت المباراة الأخيرة لمنتخب مصر، برضو الناس خدت من حركة الشفايف ان هو كان بيقول كلام على حسام حسن. فنتمنى ان مصطفى محمد يهدى وهو بيتغير، او دي حاجات انا بعتقد ان هو محتاج زي لايف كوتش او حد ان هو يخلي رد فعله بسيط ومش يعني اوفر شويه. نرجع تاني النهارده للمباراه والنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هيتجه على الاستاد كمان شويه بعد تدريب كده خفيف. وطبعا الجماهير هتبتدي تتجه الى الاستاد قريب جدا من بدري، وهنشوف مباراة. انا اعتقد ان المباراة النهارده الاهلي هينزل بشكل مختلف. الناس فاكرة ان الاهلي هيهاجم المباراة كلها، لكن النتيجة 0-0 مخلية الاهلي عنده حذر شديد جدا 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 في المباراة. برضو انا مش هطول عليكم قبل المباراة عشان هيبقى في كلام كتير بعد المباراة. وان شاء الله نقدر نحلل الاداء الفني مع بعض. عايز بس اخد حاجة اخيرة، لان احنا برضو قلنا الجزء الاخير من الحلقة هيكون فيه تحليل لحاجات بتيجي في الاعلام الرياضي المصري. انا استغربت لما كنت بشوف حلقة من برنامج البريمو امبارح، فلقيت ان ثلاث ضيوف، وطبعا ثلاث ضيوف محترمين لكن معظمهم زملكاويه. فانا ما اعرفش ايه السبب، يعني ان الماتش جاي قبل مباراه الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، فحسيت ان فيه هجوم شويه على الاهلي في الحلقه. فمش عارف ايه السبب. ما اعتقدش ان ده توقيته ابدا. حتى لو انت بتعمل كده كل يوم، المفروض ده يوم مهم جدا للنادي الاهلي، فما يكونش فيه كلام عن زيزو وصفقات والاهلي بيكايد وبيعمل. انا بس عايز اخد مقطع كده بسيط اسمعه لكم للكابتن رضا عبد العال. بيقول حاجه كده، اعتقد ان هو لو راجع نفسه هيلاقي الكلام اللي هو بيقوله ده مش منطقي تماما. يوم الخميس، لان يوم الجمعه والسبت كانوا اجازه. طب ما تستنى كمان للحد والاثنين وتروح السفاره بعد طبعا عايز الماتش اعرف تفرج معاه. اوريكم. ما هو ده مقصود. هو ده حد بيلعب؟ يا سلام عليك، ده مقصود. وانا اخلي المقصود يأذيني؟ اه طبعا. يبقى انا اخلي اللي بيحيك حاجه ضدي تنجح؟ لا الموضوع، بص الموضوع اصلا بقاله، ارجع بالذاكره كده. وطبعا موضوع المؤامره اللي على طول شغال مع الكابتن رضا، المؤامره الكونيه.
ده يعني كلام مش منطقي ان السفاره المصريه او السفاره الامريكيه في مصر هتتفق مع النادي الاهلي انه يعمل الابوينتمنت او الميعاد بتاع السفاره او بتاع الفيزا اللي هيقدم فيها زيزو للفيزا بتاعت امريكا قبل مباراه الزمالك على طول، علشان خاطر يحصل قلق والزمالك يستبعد زيزو، لانه هو كابتن رضا بعد كده قال ان الزمالك استبعد زيزو علشان هو يحمي زيزو. في المقابل طبعا احمد طيب قال ان زيزو تم استبعاده بشكل غير احترافي وكان المفروض يلعب المباراة مهما كان. انا بصراحة رأيي كان برضو ان الموضوع اثار جدل شديد جدا قبل مباراة الزمالك، خلت نادي الزمالك ما يركزش في النهائي الكونفدرالية. فانا عايز ارجع بس للكابتن رضا، ده الكلام اللي انت بتقوله ده مستحيل ان السفاره الامريكيه تعمل ميعاد مخصوص لزيزو عشان في ماتش الزمالك، وكأن السفاره الامريكيه دي النادي الاهلي مش بيتحكم بس في الدوري المصري على كلامه، لا ده كمان بيتحكم في السفاره الامريكيه كمان. يا كابتن رضا ارجوك راجع اقوالك، وان شاء الله هيكون في حلقه بعد الماتش النهارده، بعد ماتش الاهلي وصن داونز واورلاندو بايرتس وبيراميدز. اشوفكم على خير.